لو شفنا السيرة الذاتية لأحمد حسنين باشا هنلاقيه رجل الظل بشخصية رمادي بيمارس سلطته الوظيفية لاستقطاب النساء. ده بالظبط يا صديقي اللي أظهرته 10 أعمال درامية في التلفزيون المصري عن شخصية أحمد حسنين باشا. مسلسل ليالي الحلمية 1987، مسلسل رد قلبي 1998، فيلم كوكب الشرق 1999، مسلسل أم كلثوم 1999، مسلسل أوراق مصرية 2002، مسلسل الملك فاروق 2007، مسلسل ملكة في المنفى 2010، مسلسل الجماعة 2010، مسلسل مشرفة رجل لهذا الزمان 2011، وأخيرا مسلسل كاريوكا 2012. كل هذه الأعمال يا صديقي اللي جسدت شخصية أحمد حسنين باشا أظهرته إنه رجل زير نساء وألعبان ورشد أباظة العمل السياسي، وتم تجاهل شخصيته وعمله السياسي بشكل تام، ولم يذكروا إنه كان أحد رجال مجلس الوصاية على العرش، وهو السبب في تنصيب الملك فاروق، وهو السبب في عدم زرع فتنة في المجتمع المصري في الوقت ده. لأنه ببساطة يا صديقي هو صاحب خطة تنصيب الملك فاروق اللي كان أقل من السن القانوني وما كانش ينفع يقعد على الكرسي، وكان الكرسي هيروح لولي العهد الأمير محمد علي توفيق، وعمل الخطة أن يتم حساب عمر الملك فاروق بالسنين الهجرية بمباركة الشيخ المراغي شيخ الأزهر في الوقت ده. ولم يذكروا أيضا أنه مكتشف ورحالة عالمي وهو مكتشف واحتي العوينات وأركنو سنة 1920، واللي بسبب الاكتشاف ده أخذ جائزتين كبار جدا، الميدالية الذهبية من الجمعية الجغرافية العالمية ولقب رحالة عظيم من الجمعية البريطانية. ولا إنه صاحب كتاب الواحات المفقودة اللي ترجم باللغة الإنجليزية 1925، وواضح إن الغرب كان يعرف قيمته أكتر مننا، لأن الكتاب ده لم يترجم له باللغة العربية غير بعد سنة 2010 بمعرفة المجلس الأعلى للثقافة. لم يذكروا أيضا إن أمير الشعراء أحمد شوقي كتب في شخصيته شعر كبير وطويل عن ذكائه ودهائه ومغامراته وحبه للطيران. ما ذكروش كمان انه كان بطل لسلاح الشيش، وانه الممثل العربي الوحيد في الوقت ده في دورة ستوكهولم 1912. لم يذكروا أيضا أنه كان المندوب لمفاوضة إيطاليا بشأن الحدود الغربية 1924. كل اللي شفناه في الأعمال الدرامية أنه رئيس الديوان الملكي ومفتش وزارة الداخلية، وكان شغله الشاغل هو حب النساء واستقطاب النساء. وحتى فرضا لو أنه تزوج طليقة الملك فؤاد لطيفة هانم سري بنت شوكار خانم أفندي، فهو أنجب منها 4 أولاد، طارق وهشام وجيدة ونزلي. وما شاء الله طارق وهشام كبروا، واحد منهم بقى ضابط وواحد منهم بقى تاجر ورجل أعمال. ده معناه يا صديقي إنه رجل مصري تزوج وحياته الشخصية استقرت، مش مجرد رجل ألعبان وتزوج طليقة الملك فؤاد لنزوة، وإلا ما كانش خلف منها أولاد وكبروا ما شاء الله بقوا حاجة في المجتمع. الأعمال الدرامية حصرت شخصية أحمد حسنين باشا رجل نسوانجي ورشد أباظة العمل السياسي. وأنا كراوي تاريخ يا صديقي يجب علي ان اروي الحكاية بسلبياتها وايجابياتها، ونسلط الضوء على كل جوانب الشخصية مش جانب واحد بس، ونتجاهل الجوانب الاخرى كحياته الشخصية وفقط. مش معقول ابدا رجل طبيعي تعرض عليه ام كلثوم سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق شخصيا اللي الناس تهافتت على خطبتها ان هم يتخطبوا ويرفض، او تعرض عليه اسمهان الجميلة في قصة حب ويرفض. وحتى لو عندنا اعتراض على حياته الشخصية فما يصحش أبدا إن احنا نسلط الضوء على حياته الشخصية وفقط، ونترك إنجازاته السياسية ومهمته في الحفاظ على مصر وعلى حكم مصر واستقرارها أمنيا وسياسيا. رجل قال عنه الغرب كان رجل ذكي، صاحب دهاء، صاحب مسؤولية، ورجل ذو شخصية قوية، وإحنا نمثله في المسلسلات كرجل مزواج وزير للنساء. الإنجليز يا صديقي وأنت رجل قانون وتعرف ذلك لم يقتلوا أي شخصية مصرية إلا وكانت طابية في رقعة شطرنج، إلا وكان صاحب مكانة مهمة جدا وقوي. ومش بس بيقتلوه جسديا، كمان بيقتلوا سيرته الذاتية. فمن الإنصاف تاريخيا لما نذكر شخصية مهمة مصرية نذكر إيجابياتها ونذكر سلبياتها، وإن كانت حياته الشخصية لا تعنينا كثيرا في شيء. أشوفك على خير.